السلام عليكم اخوان. ندير لكم واحد الجوله في مدينه الرباط. هذه اللي قدامنا راه هي هذيك هي الكزا فين تيتجمعوا جماهير المغرب، وحنا كنسميو هاد البلاصه بالسويقه وكنسميوها بالكزا. احنا قربنا للبلاصه اللي كيكونوا فيها الجمهور، شارمو ممر بالرجيلي. هذا الترامواي ديال مدينة الرباط، ما شاء الله عليه، ما شاء الله ما شاء الله. هذه هي البلاصة فين كيوقفوا جماهير الأفارقة، جماهير المغرب والجماهير التونسية والجماهير الجزائرية والمصرية. هما هنا الجمهور الجزائري. كتعتبر هاد البلاصة هي هاد البلاصة أصلا قديمة بزاف، فهمتيني، عندها تاريخ قريبه للملاح ديال الرباط، وهذه كتعتبر هي البلاصه اللي كنقول لداخل السويقه راه هي، وهنا كتعتبر الكزا. مرحبا بكم، مرحبا بكم. الجزائر والمغرب خاوه خاوه. هما المقاهي ديال البلاصه اللي كتعتبر معقل ديال الجمهور الافريقي. وحنا دابا غادي نحيدو من هاد البلاصه وغادي ندخلوا للسويقه اللي كتعرف بسويقه الرباط. هذه هي سويقه الرباط، معروفه بالملابس، المأكولات، كلشي. والداخل هذيك هي الكزا، تما كيتباعوا الهواتف النقاله. وهنايا هذه هي السويقه الرباط. ندورو شويه في سويقه الرباط. المهم هي هذه، ما شاء الله عليها وصافي. ما شاء الله. وهنا تيتباعوا الحلويات نيش في ديك البلاصه اللي كاين فيها الجماهير الجزائريه، وهنا كيتجمعوا جماهير افارقه كاملين، الجمهور الافريقي منهم الجمهور التونسي السنغالي، كلهم كيتجمعوا هنا. وغادي نوريكم من الجهه الاخرى. ما شاء الله. دابا غادي نمشيو واحد الباب كيقولوا ليه باب البويبه، كاين في الرباط، فيه المأكولات الشعبيه المغربيه. وهذا هو باب البويبه اللي قلت لكم فيه المأكولات. ما شاء الله. نمشيو ناكلو عند شي واحد شي حاجه وشوفوا المأكولات ديالهم كي دايره. انا تشهيت لحم الراس، لا لقيت لحم الراس باهيه باهيه. شوفوا المأكولات الشعبيه عند هذا السيد. هنا فين كاين واقع على لحم الراس، هنا الشاورما وداك الشيء. ما شاء الله. كاين اللي تشهينا شي خبيزه لحم الراس. المهم ناخذ داكشي اللي غناخذو ونبارطاجيو معاكم. اخوان ما سالاليه داكشي، قال لك كلشي تاع مبقاتش ليه. شوفوا هادو
نشوفوا هاد السيد ناكلو عنده قريب هادشي. ما شاء الله هاد السيد راه ديما ناكل عنده ماكله تبارك الله نقيه. تواجد باب البويبه في الرباط السويقه. ما شاء الله ما شاء الله. تسالي صايب لي شي نصيص. المهم ناخدو النص ديالنا ونبارطاجيوه معاكم. المهم هادي هي البلاصه بارطاجيوها معاكم ناكلو ان شاء الله هنايا. ديروا دايات و ساندويتش طرا خاص عنده قلب لي بخي عنده 10 دراهم 20 درهم. وبالحقيقه ديما ناكل عنده الماكله عنده تبارك الله نقيه. تبارك الله داكشي زوين ما شاء الله. هذا هو النص اللي خديت. شوف تبارك الله قداش وشوف ما شاء الله ما شاء الله. المهم ناكلو نردو عليكم. كاين هنا الكمون والملحه وداكشي نقي تبارك الله. هو راه كيخليك تدخل حتى لداخل وتشوف المقال اللي عنده. الحمد لله حنا سالينا نمشيو نشوفو بلاصه اخرى ونستكشفو بلاصه اخرى في مدينه الرباط. جاي من الباب البويبه كتخرج من باب البويبه تلقى محطه الترامواي قريبه ليك. محطة الطوبيسات راه هي لهيه. وما شاء الله الرباط راه زوين بزاف. و اش غادي نقول لكم خويا واش سولني الدراري مساكن ما عارفينش بغاو يسولوا. الاكثريه هنا في الرباط كيجيو ناس برانيين بزاف ومن جميع الجنسيات. جميع الجنسيات كاينين هنا في الرباط. وحنا دابا قربنا لحديقه نزاهه اللي معروفه بحسان معروفه وتبارك الله من اكبر الحدائق اللي كاينه في المغرب. ماشي حديقه ديال الحيوان، حديقه نزاهه معروفه تيديروا فيها داكشي ديال الطيور، انواع ديال الطيور، انواع ديال سميتو الدخله كراتوي كتكون. دابا راه كتكون مسدوده ها نتوما دابا راه مسدوده. وهنا كتبقى هذا هو الشارع الرئيسي لمدينه الرباط اللي كيجيب من مدينه ساله لمدينه الرباط. ومعروف كيوصل من قنيطره، من قنيطره كيوصل حتى لهنايا وباقي كيمشي حتى لجهه التيران ديال مولاي عبد الله، ملعب مولاي عبد الله. ما شاء الله.